بس هل فعلا ادموند هالي هو اللي اكتشف المذنب؟ زي النهاردة من 319 سنة، وتحديدا يوم 26 أغسطس سنة 1705، ادموند هالي اكتشف مذنب وسماه على اسمه مذنب هالي. اظن كلنا نعرفه. مذنب هالي من المذنبات اللي بتعدي على الارض كل 76 سنة تقريبا، وده اللي بيخلي الانسان ممكن يشوفه مرتين في حياته. اخر مرة ظهر فيها المذنب ده كان سنة 1986، والعلماء بيتوقعوا يكون ميعاد ظهوره الجاي سنة 2061، وتحديدا يعني يوم 28 يوليو. زمان كان ادموند هالي فاكر ان المذنبات اللي شافها قبل كده بتظهر كل 76 سنة، ولكن اكتشف ان هو كان بيشوف نفس المذنب كل مرة. بس هل فعلا ادموند هالي هو اللي اكتشف المذنب؟ العلماء العرب المسلمين اتكلموا على المذنب ده، ومش واحد بس يا عزيزي، لا عد معايا. عندك مثلا ابن اياس اتكلم عنه في كتاب بدائع الزهور سنة 1454، وابن الاثير سجل ظهوره سنة 1222، والمقريزي في رسالة اتحاف الحنفاء سنة 989، وابن الجوزي في كتاب المنتظم سنة 913. بس اول واقدم رصد للمذنب ده كان على ايد ابو اسحاق الكندي سنة 837. انت متخيل الارقام؟ طب متخيل ان اقرب واحد لادموند هالي كان قبله ب 250 سنة تقريبا؟ فانت تفتكر المذنب ده يستحق يبقى على اسمه ولا لا؟ اكتب لي رايك تحت في الكومنتات. مايك دروب.